عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتحلم أحلام كبيرة قوي بس عمرها ما بتوصل لأي حاجة؟ في ناس كتير بتحلم بس أحلامها بتفضل مجرد أحلام، يتخيلوا النجاح لكن عمرهم ما بيبدأوا. يحلم يبقى غني بس ما يشتغلش على نفسه، يحلم يبقى مشهور بس عمره ما حاول. المشكلة مش في الحلم، المشكلة في الفعل، لأن الحلم لوحده عمره ما يغير الواقع. في ناس عايشة سنين في نفس المكان بس بأحلام أكبر من المكان نفسه، وجواهم صراع بين اللي عايزينه واللي بيعملوه. يلوموا الظروف والظروف بريئة، يقولوا مفيش فرص وهم ما بيدوروش أصلا. الخوف بيكبلهم ويخليهم واقفين، خايف يجرب عشان ما يفشلش. بس الحقيقة إن عدم المحاولة هو أكبر فشل. الوقت بيعدي والحلم لسه مكانه، كل يوم يقول بكرة هبدأ وبكرة ما بيجيش. الراحة الزايدة بتقتل الطموح، والتسويف بيخلي الحلم يصدي، وفي الآخر يلاقي نفسه كبر ولسه بيحلم. بس الفرق بين الناجح وغيره مش في الحلم، الفرق في الجرأة على التنفيذ. الناجح بدأ وهو مش جاهز واتعلم وهو ماشي، لكن اللي بيحلم بس مستني اللحظة المثالية، واللحظة المثالية عمرها ما بتيجي. لازم تتحرك حتى لو خطوة صغيرة، لازم تغلط عشان تتعلم، لازم تقع عشان تقوم أقوى. الأحلام الكبيرة محتاجة أفعال صغيرة مستمرة، مش كلام ولا تخيل. الحياة مش بتكافئ اللي بيحلم، بتكافئ اللي بيحاول. اسأل نفسك، عملت إيه لحلمك النهاردة؟ لو الإجابة ولا حاجة، يبقى أنت لسه في نقطة الصفر ومفيش حد هيجي ينقذك. إما تتحرك أو تفضل تحلم طول عمرك. لو المحتوى ده عجبك ما تنساش تشترك عشان توصلك معلومات أكتر عن علم النفس.